بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حاليا سويت مساند للكاسيانا دوزة، فحبيت اصور لكم شكلها في هذا الوقت متأخر من الليل، وعشقنا دائما للزراعة. هاي كاسيانا دوزة من الانواع المميزة، حتى الاوراق ملمسها جدا ناعم، وتأزهيرها تعرفون اللون الوردي المميز والنادر. شوفوا شلون قومتها على من بوري الى عودة خشبة. صعدتها هسه حاليا وصلت 3 متر تقريبا، ويا هاي الفرع الفوق حاليا 3 متر ما شاء الله. شوفوا لاحظ جمال الأوراق. هذا يعني شكلها إذا ما تقومها على خشبة أو مسند راح تميل، لأن هي على شكل تصير على شكل شمسية. وهاي قدامكم هسه حاليا. تذكرون قبل عدة سنوات صورتها أيضا، بس المشكلة نصيبنا بذاك الطعم انضربت بالثلجة، يعني شوي اجت فترة برد وانثلجت وماتت، ما حميتها. اما هاي السنة ان شاء الله راح تكون لها حماية خاصة. طبعا رجعت طعمتها، هذا الطعم هنا الاصل على اصل فستولة عمره تقريبا 3 سنوات، تقريبا اكثر من 1.5 انش. فهاي السنة ما ينخاف عليها بعد، انتهى موضوعها. ان شاء الله السنة القادمة راح تشوفون التزهير مالتها اذا بقت. طبعا الشارع شوية، هذا المكان ما اعرف قصته شلون راح تنحل، ما اعرف. بعدين لها حلقة خاصة واصور لكم وشنو صار وشنو ما صار. لاحظوا شوف مدى كثافتها وجمالها، كثافة خضرية وعلى شكل شمسية. طبعا هواي من الاخوة يراسلون على الواتساب يقولوا لي نريد من عندها. والله يعني الندوزة موجودة اخوان، هاي وعندي المزهرة موجودات، بس المشكلة بالفستولة. الفستولة ما دات تتوفر بالاحجام اللي احتاجها، واللي عندي كل النعمات يحتاج تقريبا بعد السنة القادمة. يلا ممكن فهذا التوضيح، وان شاء الله نطعم لكم بعد كم يوم. عندي كم فستولة جاهزات، بس يعني هاي الكم يوم الله يعلم يمتى تصير. تحياتي والسلامي الجميع، مع السلامة.